مرحبا بكم مرة أخرى باش نحكيو في قائمة المنتخب تو نعملوا قراءة كاملة في اختيارات صابر النموشي. وأنا واحد من الناس راني مانيش نقيم فيه، مدرب كبير ما شاء الله ولاعب في لو نيفو، مش أنا باش نقيم حقيقة. أنا بديش نهز ونلطخ ونحط الأمور في نطاقها، لكن تفاعل مع الجماهير الرياضية لا أكثر ولا أقل. لكن أنا وياه ما نحطوش ورد كفة، نحكوا على صبري النموشي، نحكوا على هونيفو، نحكوا على ناس من عالم، من كوكب آخر. أنا مش فرق. احنا في بطولة تونس والكرة التونسية، وهو كان في الكرة الأوروبية، وبالنسبة لي أنا الكرة التونسية والكرة الأوروبية ما يتقارنوش أصلا، اعتبار سيد وأرنب. باهي باش نحكيو على حراس المرمى، عندنا أيمن دحمان، مهيب الشامخ، وصبري بن أحسن. أيمن دحمان أمر طبيعي جدا، أيمن دحمان هو باش يكون حارس المنتخب الأول معناها بلا منازع. صحيح أيمن دحمان حتى كان تراجع المردود نتاعو، ولا شفنا أخطاء صارت في البطولة ولا حتى في المنتخب في كأس أفريقيا، لكن أيمن دحمان يبقى قيمة ثابتة في المنتخب الوطني التونسي، وحتى حد ما ينجم ينحيله بلاصته. مهيب الشامخ حارس مرمى صاعد، عدى موسم ولا نصف موسم ما شاء الله، تألق، عاون النادي الافريقي وكان سبب في تتويج النادي الافريقي بالبطوله شئنا ام ابينا. يستحق الدعوه للمنتخب الوطني التونسي. الاشكال يبقى في صبري بن احسن. اسكو صبري بن احسن يستحق الدعوه خير من بشير بن سعيد وخير من الفرحاتي والا لا؟ هذا سؤال اللي نطرحه. تقريبا قابل 33 بونت ولا 30 بونت في البطوله الكل. صحيح الدفاع نتاع النجم الرياضي الساحلي ضعيف، لكن مش لدرجه ان يكون في المنتخب الوطني التونسي. ونحيوا بشير بن سعيد اللي كان يلعب ضد الاهلي ضد سان داونز في نصف نهائي رابطه الابطال الافريقيه، وكيف كيف حتى فرحاتي تقريبا افضل لاعب عامل كلينشيت. يبقى الاشكال في صبري بن احسن، لكن ايمن دحمان ومهيب بالشامخ يستحقوا دعوه المنتخب، وحتى حد ما عمل عليهم زي. في الدفاع عمر الرقيق، ادم عروس، منتصر الطالبي، علي العابدي، يان فاليري، معتز النفاتي، محمد امين بن حميده، ديلان براون، ورائد الشيخاوي. رائد الشيخاوي عدى موسم استثنائي حقيقة، كيف عمر رقيق، ادم عروس مدافع صلب وشفنا قدم برشا الموسم هذا. منتصر الطالبي بلا منازع، علي العابدي كيف يان فاليري، معتز النفاتي، ومحمد امين بن حميده. بقى الاشكال الوحيد في الزعلوني يستحق دعوه المنتخب ولا ما يستحقش؟ شفنا برشا غضب من الجماهير الرياضيه، الناس الكل زعلوني لازم تكون الزعلوني موجود مع المنتخب الوطني التونسي. انا كحمزه بن عبد الله مع دعوه اللاعب هذا، خاطر يستحق يكون مع المنتخب، خاطر حتى حد ما عمل عليه مزيه بالموسم اللي قدمه، معناها حقيقه بالموسم اللي قدمه كامل يستحق الزعلوني دعوه للمنتخب. صحيح راهو موش باش يمشي للمنتخب في كاس العالم باش نضل يلعب، راهو موش باش يلعب، معنا باش يكون واقعي مستحيل باش يلعب يان فاليري، وباش يلعب علي العابدي، حتى محمد امين بن حميده تم دعوته للمنتخب، برغم انا مانيش مقتنع به، لكن تم دعوته للمنتخب وراهو مش باش يلعب. كيف علي معلول. والله علي معلول انا واحد من الناس نحبه برشا، الملاعبي هذاك وملاعبي متخلق وملاعبي اسطوره من اساطير كره القدم التونسيه، لكن المدرب شاف اللي علي معلول معناه يمكن في الدور الدفاعي ماهوش كيما بن حميده هكا شنو بالضبط، وما حبش يهز اكثر من المدافع، لكن كجوار كادر معناه نورمالمون يكون موجود مع المنتخب حتى تكريما له. لكن حسب ما شفنا اللي لموشي ما عنديش معناها تكريما، واحد يا تستحق يا ما تستحقش. وبالنسبه لنا موشي قالها اول ما جاء البطوله التونسيه بطوله ضعيفه، بطوله مقلقه بلغه اوضح، قالها هكا حرفيا، معناها موش مقتنع بالبطوله التونسيه اصلا. راهو تقريبا حتى الملاعبيه اللي هزهم الثلاثه حراس المرمى وبن حميده وفراس شوات، معناها راهم خاطر ما عندهاش ملجا يلزم يهزهم هذوك. بن حميده ما يستحقش المنتخب، الحراس يستحقوا. كان جا عندنا ملعب حراس اخرين يلعبوا في لو نيفو، يلعبوا في اوروبا، راهم عايد حتى للحارس مرمى لو تاكدوا من الحاجه هذه. كيف زاد المهاجمين، ما عندناش مهاجمين الكبار معنا كراس حربه معنا يلعب البر خلاف المستوري ما عندناش. شوات يستحق يكون في المنتخب الوطني التونسي.
ما انا مش عمل حتى حد مزيه، تقريبا احسن هداف للموسم الثاني على التوالي، يستحق الدعوه هذه المنتخب. خليل العياري كيف زاد لاعب صاعد وشفناه مقدم مردود كبير خاصه في المباريات الوديه الاخيره، وحتى مع الفريق الثاني فريق النخبه باريس سان جيرمان قاعد يقدم فيه مردود كبير. انا كنشوف القائمه كامله تقريبا ما عنديش برشا تحفظات عليها، مقتنع بها اتم الاقتناع. يمكن بن حميده وباش نكونوا واضحين ما يستحقش يكون في المنتخب، يمكن كان يستحق الشيرني يكون في المنتخب، لكن بس كان استثنينا بن حميده وطو مشى ان شاء الله مبروك عليه ويعطيه الصحه وبارك الله فيه. في الاخر ما عندناش اعتراض احنا باش نكون ورا المنتخب مهما يكون الاسم. الحراس المرمى ثلاثة، أو باش نعطيكم أنا شنو صار بالضبط قبل ما نسكر الموضوع. عند أيمن دحمان مو بشام وصبري بالأحسن، كان باش يعيط البشير بن سعيد باش يولوا زوز ملاعبية من الترجي الرياضي التونسي. صبري باش يكون حارس ثالث وماش تاخذ فلوس النجم الرياضي الساحلي. أيمن دحمان باش من نادي الصفاقسي وعن استحقاق خاطر هو الحارس الأول للمنتخب باش تاخذ فلوس. موي بالشامخ وزدنا معاه فراس شواتي اللي هو يستحق فراس شواتي يكون في الهجوم. مرة السيد هو احسن هداف احسن هداف في البطوله الموسم الثاني على التوالي، يعني من نجم حتى حد يناقش فيه الموضوع هذا. كوم انا قلت تقريبا اللي هي كعكه معناها قسموها، ما عيطوا لبن حميده خاطر ما عيطوش البشير بن سعيد، وما كاش عيطوا البشير بن سعيد ما عيطوش صبري بن حسن. والناخب الوطني قال لك انا ما نهز، كان 3 حراس ما نهزش 4 حراس، يعني سكر لي الموضوع. 3 حراس من تونس معاهم بن حميده معاهم فراس شوات وكاو معناها في الاخير هكا رضى الناس الكل. كي زعلوني والله كان ينجم يكون متواجد مع المنتخب ورا نحكوا زعلوني امره في لونيفو راهو في كاس عالم ما مش ما راهو زعلوني ماهوش باش تخيله خارق للطبيعه راهو لا ما ولا باش يعاون ولا باش يقلب تروح لا عادي جدا يا فاليري ولا هو ولا كيف معناها ما يبعدوش على بعضهم. كي هو كي نفاتي كي فاليري هما يلعبوا في لونيفو والزعلوني يلعب في البطوله التونسيه وما لعبش اصلا حتى في افريقيا ولا في رابطه الابطال الافريقيه ولا غيره، لا يلعب كان في البطوله التونسيه. مع ان الملاعب هذا يعجبني ونحبه ونشوف قارح هو كملاعبي وبقليب وزيد عنده فني في ساقيه وسريع ملاعب سريع وبدنيا قوي برشا، كان ينجم يعاون المنتخب الوطني التونسي حتى في البنك، معناها مش باش يكون اساسي لكن يعاون حتى في البنك، يستحق يكون موجود مع المنتخب. في الاخير هذه اختيارات المدرب. انا مش ان شاء الله بالتوفيق للنصر قرطاج في كاس افريقيا، لازم الناس الكل ورا المنتخب مهما كانت الاسماء. في الاخير يبقى درب تونس هو اللي يجمعنا الناس الكل، بالله ما نحبوش منتخب نتاع لاعبين ولا منتخب نتاع انديه، يا اخي منتخب راي تونس مريول تونس الناس الكل تكون تدافع عليه وتسيبورتيه فقط، معناها ما غير ندخلوا في التفاصيل نتاع الانديه. وكان انا هبطت استطيع ولا حاجه على بن حميده ولا حاجه راه والله على سبيل الدعاء ما عندي حتى قصد ولا حاجه، على سبيل الدعاء ما عيطوش للزعلوني وعيطوا لبن حميده وفهمت راه نورمال مو يستحق يعيطوا للزعلوني ما يعيطوش بن حميده معناها صدقا وامانه. راه نجيز دعابه شويه على اصحابي لا اكثر لا اقل. وفي الاخير راهو الاعلامي الرياضي حمزه بن عبد الله الصفحه هذه راهو هذه بيرسونيل راهي صفحتي الشخصيه ما هي صفحة راديو ولا في البلاطو. أنا جيت قلت الكلام هذيك راني أنا في صفحة متاعي أنا باش بيرسونيل متاعي ما نجم نحكي أنا وأصحابي ونجم نفدلك ونجم نتكلم كيف ما نحب أنا. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي وإن شاء الله مربوحة، إن شاء الله نتعدوا للدوزيام تور إن شاء الله.